رمضان زمان وحكاية الكنافة. نبدأ الأول بالصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام. ما تصلوا يا كرام عليه الصلاة والسلام. الكنافة أصلها أبوي أيام الخلاف وأيام معاوية الخليفة لما كانوا بيسموها كنافة معاوية. لأ، دي من أيام أخوه سليمان بن عبد الملك، وهي كمان سميت بالسليمانية. ما علينا، يعني هي أصلها أموي. لأ، أصلها فاطمي. ماشي فاطمي، لأ ده مملوكي، خلاص مملوكي. بصوا يا جماعة، هي من أيام الخلافات الإسلامية، أي خلافة تعجبكم هي دي اللي عملت الكنافة. ما علينا، هي عبارة عن إيه؟ عبارة عن مية ودقيق وبتحط على صفيح ساخن وبتطلع بالشكل اللي احنا شايفينه. في ناس بتعجنها باللبن، أيوة في ناس بتعجنها باللبن. وفي رفيعة وفي تخينة، البلد اللي هي تخينة والرفيعة اللي هي القلي. ما علينا. المهم، ليها أشكال كتير في التقديم وليها أشكال كتير في الصناعة، وهي أصلها من أيام الخلافة العربية، وطعمها حلو جدا ومرتبطة جدا جدا بشهر رمضان. هي موجودة كل السنة بس في رمضان بيبقى لها طعم تاني. دي النصف آلي، دي اللي بيعجنوا فيها ودي اللي بيحطوها على النار. طبعا السمن ده أكتر إعلانات بتيجي مع الكنافة. ودي حكاية الكنافة يا سادة يا كرام.